أهلا بيكم في قناة فيلميزو. القصة دي جامدة جدا، اتفرج عليها للنهاية ويلا بينا. في بداية القصة بنشوف واحدة مكتوب على جسمها كلمة أرجوك ساعدني، وبتبقى مخبيها تحت شعرها، وبيشوفها واحد زبون في المطعم وبيحاول يساعدها، فبيخطف منها السكينة وبيحطها في قميص الراجل اللي قاعد معاها علشان يعطله، وبيطلب من البنت إنها تهرب معاه، وفعلا البنت بتجري معاه وجوزها بيقول لها مش هتعرفي تهربي مني، وبيجروا على عربية الشاب، بس البنت بتطلع سكينة كانت معاها وبتبوظ عجلة عربية جوزها، وبيروحوا علشان يركبوا عربية الشاب اللي أنقذها، لكنه بيفتكر إنه نسي المفاتيح جوه المطعم. ولما بيشوفوه طالع من المطعم بيجروا يستخبوا في شنطة العربية، والزوج بيعدي من جنبهم وهو بيدندن بالعنوان بتاع بيت أليكس 26 شارع مابل، وبيقول إنه كده كده هترجع البيت. لما الزوج بيمشي أليكس وبيث بيخرجوا من شنطة العربية ويكتشفوا إنهم وصلوا بيت أليكس، بس المصيبة إن الزوج طلع سبقهم ودخل البيت وهو مستنيهم جوه. وبنشوف بعد كده البنت خايفة إنه يرجع ياخدها تاني، لكن أليكس بيطمنها إنه هيفضل جنبها، وبتقول له وهي بتعيط إن الراجل ده دمر لها حياتها وبتتأسف له إنها بوظت له عيد ميلاده، فبيطمنها وبيقول لها تقعد علشان تاكل معاه. وفجأة بيظهر لها جوزها تاني وبيطلب منه ياخد مراته ويمشي، وبيطلع سكينة وبيقول له لو قربت مش هتشوفها تاني. وبيظهر أصحاب أليكس مرة تانية، فبيخاف الراجل وبياخد مراته وبيقعد وهو حاطط السكينة في ظهرها، وبنشوفهم وهم بيسألوا أليكس كل حاجة تمام، بس هم برضه بيبقوا شاكين في الراجل ده. وبعد شوية بنشوفه وهو بيتكلم مع صاحبه وبيطلب مساعدته، وبيفتكر رقم العربية وبيقدر يستخبى جواها. ولما بتيجي البنت تفتح شنطة العربية بيكون أليكس عامل لها مفاجأة، وبيطلع وهو جايب لها بوكي ورد. ولما جوزها بيحس إن في حاجة غلط بينزل من العربية، لكن بيتفاجئ إن أليكس مش لوحده وجايب صحابه معاه، وبكده بيقدر أليكس وبيث يهربوا. أيوة يا صديقي، البنت طلع اسمها بيث. بعد ما بقوا في أمان، بيث بتحكي لأليكس قصتها المأساوية، بتقوله إن جوزها كان عامل فيها قديس قبل الجواز، لكن تاني يوم على طول ظهر على حقيقته كوحش، وبتحكي له إزاي في الوقت اللي الناس كلها كانت فاكرة إنهم في شهر عسل هو كان حابسها في البدروم. وبتحس بيث إنها تعبانة، فبيجيب لها الدكتور اللي بيقوله إن بيث حامل، فبتفاجئ أليكس بالخبر ده واللي بيسيبها علشان ترتاح شوية. لكن بعد شوية بيجي جوزها وبيكون جايب لها نفس الورد اللي جابه لها أليكس، فبتتخض بيث أول لما بتشوفه، وبنشوفه وهو بيعتذر لها. وفي مشهد تاني بنشوفها هي وجوزها بيتعشوا في المطعم، وبنكتشف مفاجأة جديدة إن الجرسون بيبقى أليكس، فبيشاور لها إنها تيجي وراه، وبتطلب منه إنه يمشي علشان خايفة عليه من جوزها، فبيهديها أليكس وبيقول لها على خطته. ولما بيشوفها جوزها وهي خارجة من المطعم بيجري يلحقها، بس بيتفاجئ إنها بدلت لبسها مع واحدة تانية، وبيلاقيها ماشية بره المطعم، فبيجري عليها وبتطلع واحدة تانية برضه. وفي الآخر بيشوفهم وهم بيركبوا العربية، فبيجري عليهم وبيفتح باب العربية بسرعة بس برضه مش هما، فبيعتذر لهم. وبنشوف 2 ضباط بيمسكوه لما بيشوفوه بيضايق الستات. وفي آخر القصة بنشوف أليكس وبيث وهم فرحانين مع بعض إن أخيرا اتخلصوا من الراجل الشرير ده. وبكده تكون خلصت قصتنا. لو عجبتك ما تنساش لايك للفيديو وتشترك بالحب في القناة، واشوفكم في ملخص جديد. سلام.